ان انا برى الحاجه بعيني انا بغير الاخرين. حتى واحنا صغيرين في الالعاب القديمه كانت موجوده، كانت تسترعي انتباهي كل حاجه موجوده، حتى في زجاجات المياه الغازيه، حتى في الاغطيه بتاعتها، في الالعاب المختلفه اللي احنا كنا بنمارسها واحنا صغيرين. كبرت بعد كده بقى في الادوات الخاصه، مثلا بعلب الجبنه زي الواحد يستخدمها، منها براويز، في المعلبات الصفيح، الاشكال المختلفه للبراويز القديمه. كبر هذا الموضوع معي حينما درست وانا في الثانوي، ان انا ازاي الحاجه المهمله الواحد يعمل منها شيء نافع ومفيد. فبدأ عندي الاحتكاك بالأسواق اللي موجودة زي سوق الجمعة في اسكندرية أو في القاهرة أو بائع روبيكيا، أو كل من يستغنى عن ما هو قديم. بالنسبة لي مش قديم، هو تراث لابد الحفاظ عليه، ولابد توثيقه التوثيق الأمثل للحياة اليومية المصرية القديمة. لأن إحنا كل ما بنعدي أعمار معينة أو فترة زمنية معينة، لابد إن إحنا نوري للأجيال اللي موجودة الجديدة إن مصر المحروسة كان ليها باع طويل في التراث والثقافة وإحيائها. فمن هذا المنطلق حاولت ان انا لما كبرت شوية مع دراسة الحيوية للتاريخ والوثائق والمستندات والجرايد والمجلات القديمة، اي شيء كنت اقتنيه مش مجرد ان انا بحب ان انا يبقى موجود عندي، لا ده انا بجمع كل ما هو محيط بيه من ادوات مختلفه او متعلق بيه من رخص ومن ادوات مكتبيه وكتابيه وحرفيه ومهنيه، وادوات الخدمه المستخدمه في البيبان القديمه، وننزل نصور الحاجات اللي موجوده في شارع صلاح سالم والابنيه التابعه للعماره الخديويه، واشكال المفاتيح كان شكلها ايه، والاقفال والخباطات، وندرسها دراسه لما نيجي نتكلم فيها نبقى عندنا معلومات نوصلها للاخرين. والحاجه اللي احنا ما بنوصلهاش لحاجه بنحاول نحتك بالعظماء من اجدادنا ومن ابهاتنا الكبار اللي هم يدوا لنا معلومه تاريخيه عن الحاجه اللي كانت موجوده دي، ويقدروا يتناقلوا الحكايه شكلها ازاي. فالحكي او المحاكاه ده نوع من انواع الفن انك حضرتك تستقطبي بيه معلومات من الناس الكبار اللي كانت موجودين في ازمنه مختلفه، عصر حروب وعصر وحضارات مختلفه. هل الوالد مثلا والوالده كانت لهم والجدود فيه برضه عندهم نفس الهوايه دي ونفس الميول ده؟ لا، هو الوالد بصراحه ملهوش اي ميول، ولكن كان نوع من التشجيع من الاب والام ان الحاجه اللي انا بحبها ما بيحاولوش يحجروا عليا فيها. حضرتك بقى بتحصل على هذه المقتنيات بسهوله ولا بتبقى في صعوبات قدامك بتواجهها؟ هو اي حد بيحاول يركز في شيء معين في دراسه او بحث لازم يجمع كل المراجع اللي حواليها. فاحنا مرجعنا عده اشياء. الشيء الاول هي الاسواق القديمه، الشيء الثاني بائع روبيكيا، الشيء الثالث البائع الصريح. البائع الصريح اللي هو ايه معلش الاسواق القديمه؟ الاسواق القديمه زي سوق الاسواق لا، الاسواق القديمه زي سوق الجمعه، سوق الامام الشافعي، سوق الجمعه في القاهره، سوق المطريه، الاسواق اللي هي بيبقى فيها الحاجات اللي هي اللي بيعتبروها المهمله او المتركه او اللي ملهاش اي قيمه. لا، احنا بالنسبه لنا ليها قيمه. البياع الروبيكيا اللي بينادي من خلال بيكيا، فبشوف هو معدي بالعربيه معاك ايه ممكن اخده، لا معايا براويز، لا هل هذه البراويز صالحه ليها قيمه تاريخيه مالهاش قيمه تاريخيه، معايا راديو قديم، تليفون قديم، وهكذا. اما النوع الثالث وهو الاهم هو البياع الصريح اللي بيبقى عارف انت محتاجه ايه وبتهتم بايه، فهو ليه رؤيه ان هو يلف على الاسواق ويشيل الحاجات دي مقابل منفعه ماديه اخرى. تلاقي بقى حضرتك استغلال يعني في بيستغلوا بقى مدى تعلقك وشغفك بالحاجات التاريخيه دي؟ بص حضرتك، هو اولا اي حاجه فيها استغلال، ولكن مع حبك في الاستمراريه. انا بعلم الناس يا جماعه اللي عايز يتعامل معايا يتعامل في حب الاستمراريه مش في حب الماده. حب الماده ممكن انا في بنود معينه ما حدش بياخدها غيري، فهتبتدي معايا بيها بسعر معين او نتفق على حاجات معينه، ولو ما الحاجه تبقى نادره وليها سعر احنا بنحدده اوكي مفيش مشكله. لكن هيبقى في نوع من الاستغلال، لا انا برفض الاستغلال تماما، لان الحاجه طالما هتيجي منها اوكي، لكن الحاجه النادره هو اتمسك بالسعر بتاعه وانا غصب عني لازم اخدها فاضطر اخدها. طب لما حضرتك بقى بتاخد القطع الغاليه دي على قلبك كلها بتحافظ عليها ازاي نحافظ عليها من التلف ومن الاستهلاك؟ انت زي ما حضرتك شايفه لو هتاخدوا جوله ان شاء الله من خلال التصوير هتلاقي مثلا الرخص الحرفيه والمهنيه اللي كانت بتعلق على الكتف، في مقابل ليها رخص ورقيه. الرخص الورقيه بتتحط في هولدرات للحفاظ عليها بتواريخها، باختلاف اختامها، باختلاف النظراء اللي كانوا بيوقعوا عليها وهكذا. اما القطع المعدنيه او الالومنيوم او النحاس او البلمينا او البرونز دي بتتحط في فاترين عشان ما تتعرضش للتلف.
وحتى لما بنبقى موجودين في معارض مع مكتبه اسكندريه او بيت السناري او مفاد قديم وتاه، ودي كانت فكرتنا في الاساس ان احنا الحاجه يبقى ليها عامل الامان وعامل النظافه وعامل عدم اللمس، يعني مش اي حد مثلا يلمس الحاجه دي عشان ما يبقاش فيها استهلاك للماده اللي موجوده فيها، سواء ماده من الالومنيوم او النحاس او حاجه. فعلا لما بنروح المتاحف اسفه المتاحف بنلاقي في حاجات ممنوع التصوير، ممنوع اللمس، او الزائرين يعني يمسكوها او كده. هل ده بيبقى فعلا بيؤثر على قيمتها التاريخيه؟ طبعا طبعا، اي حاجه كتر الاستخدام في اي شيء. انت حضرتك مثلا المايك اللي حضرتك بتكلمي منه كتر الاستخدام، مش كل فتره بتغيري الكيسه اللي مره الموجوده، اكيد المايك بعد كده بيستهلك، بتضطر تجيب حاجه جديده. كتر الاستعمال بينقص من عمر الشيء اللي كان موجود قدامي، فبتضطري بتجددي وبتشوفي ايه الامثل. بس لما يجي بقى ده بقى قديم خلاص هتحطيه في متحف ما حدش هيمسكه كتير، فانت كده بتقللي من عوامل التعريه او عوامل الاتلاف او عوامل الصدأ بتاعتها من خلال عرق الايد وحاجات زي كده. عشان كده احنا حتى في الهوايه بتاعت العملات والطوابع هناك ادوات مستخدمه لابد الحفاظ عليها، ولابد اي هاوي او اي محترف تبقى موجود عنده، زي الملائط بتاعه الطوابع اللي هو الجفت، زي مسطره الشرشره، زي ادوات الحفظ في الالبومات، ادوات العدسات المختلفه عشان نبص على الحاجه ونكبرها ونشوف التفاصيل الدقيقه لكل شيء. فبذلك لابد الحفاظ على الاشياء بتبقى من خلال فاترين مؤمنه او مختلفه، او فاترين عرض كبيره، او مثلا ادوات مثلا محكمه الغلق بالنسبه للحاجات اللي هي اللي موجوده.